السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا للهوم ورك بتاع ليسون 9، اخر ليسون عندنا في يونت 1. احنا ليسون 9 ده شرحناه في الاونلاين وجرينا عليه بسرعة في السنتر، فتعال نبص على سؤال سؤال ونشوف كل سؤال فيهم بيقول ايه. اول سؤال عندنا بيقول لك مالتيبل تشويس، وهنا بنسأل على الكونسبت والامبورتنس بتاعت الايكولوجيكال بالانس ان ايه ان اكواتيك سيستم. اول حاجة بيقول لك ايه من دول ما بيحققش doesn't achieve ايكولوجيكال ايه بالانس، ايه من دول ما بيحققش البالانس اللي موجود. هل الاكسباندنج اوف هيومن اكتيفيتي، يعني التوسع في الانشطه الانسانيه، هو التوسع في الانشطه الانسانيه ما بيحققش البالانس. بس خلينا نعمل على دي كده ايه نجمه. variation of living organism types، لا دي بتحقق دي بتحقق البالانس. النيوترانت بالانس دي بتحقق البالانس. الانرجي فلو ثرو ليفنج اورجانيزم دول مع بعض بيحققوا البالانس. فالاجابه اللي هتكون غريبه بالنسبه لنا هي هتكون ايه؟ طبعا هتكون ايه؟ the excessive increase، الزياده المبالغ فيها في النيتروجين والفوسفورس element in a river may lead to، هتزود ايه؟ هل هتزود النقص في البرايمري انرجي برودكتيفيتي؟ اكيد لا، بالعكس دي هتزود. هل دي هتزود الليفنج اورجانيزم فاريشن؟ برضو لا، ان احنا قلنا لما يحصل بلومينج زي في الصوره دي كده وتغطي الميه، مش هيبقى فيه ولا شمس ولا فيه اي حاجه ولا ضوء ولا حراره بتنزل لتحت الميه، فاوريدي الكائنات هتموت، فالفاريشن هيقل. هل هيعمل ابنورمال الجال بلومينج؟ دي كانت الاجابه الصح، دي حتى احنا قايلينها في الكتاب. ولا هيزيد النمبر اوف الجاي؟ بالعكس النمبر اوف الجاي هيزيد. فالاجابه دي هتكون غلط، فتي 2 هتكون سي. The opposite figure illustrate the overgrowth of water lily plant. ده اسمه نبات اسمه ايه؟ ليلي بلانت. حصل overgrowth. Which of the following occurs at a result of this؟ يعني ايه اللي هيحصل؟ ايه النتيجه؟ يعني ايه النتيجه اللي هتحصل نتيجه ايه هيحصل الاوفر ده؟ الاوفر ده هيسبب ايه؟ هل هيسبب increase the water loss through the transpiration؟ استنى، دي اجابه بالنسبه لنا انا مش فاهمها. هل هيزود اللايت ترانسميشن ثرو ووتر؟ اكيد لا. هل هيزود الاكتيفيتي بتاعت الاكواتيك سيستم؟ برضو اكيد لا. هل ليه اكيد لا؟ علشان دلوقتي الضوء والحاجات دي مش هتنزل تحت، فهو برضو مش هيزود الاكتيفيتي. هل هيزود النمبر اوف فود تشين ان اكواتيك سيستم؟ برضو لا. الاجابه هتكون هيزود ذا ووتر لوس ثرو ترانسبيريشن. ليه؟ ان هو بقى كتير زياده عن اللزوم، فاوريدي هيحصل ترانسبيريشن اكتر من الطبيعي. Which of the following is from the reason of abnormal algal blooming؟ يعني ايه من دول بالنسبه لنا سبب من اسباب الالجال بلومينج؟ اول حاجه، هل الووتر ساتوريشن ويز نيتريت اند فوسفيت سولت؟ تمشي. هل increasing solubility of O2؟ اكيد لا. هل الووتر ساتوريشن والسلفيت اند ليد؟ ليد ملوش علاقه. هل increasing the water salinity؟ برضو ملهاش علاقه. الابنورمال بلومينج بيكون بسبب زياده ال N2 والفوسفورس. ماشي، تعال نبص على السؤال رقم 5. The opposite table shows the species and the number of living organism in 4 aquatic ecosystem. عندنا 4 aquatic ecosystem، عايزين نعرف مين فيهم عنده اكثر biodiversity، يعني ايه تنوع في الكائنات. يعني ايه تنوع في الكائنات؟ يعني عنده كائنات باعداد كبيره. هل ايه ده فيه 3000 living organism، بس النمبر بتاع السبيشيز يعني عندي 5 انواع، هنا 2500 بس عندي 7 انواع، هنا 2000 بس عندي 4 انواع، هنا 3500 بس عندي 5 انواع. اكتر واحد فيه تنوع هو بي. ليه؟ ان فيه 7 انواع، فالاجابه هتكون بي. تعال نبص بقى على السؤال رقم 6 ونشوف سؤال رقم 6 بيقول ايه. A group of predatory fish were exposed to overfishing. يعني انا دلوقتي عندي من الاخر حصل overfishing للاسماك المفترسه. حلو جدا. in aquatic ecosystem which lead to an ecological imbalance. طبعا ده هيسبب ايه؟ يعني imbalance للايكو سيستم، هيبقى عدم توازن في النظام البيئي. From the opposite graph which of the following letter represents the percentage of each of predatory fish، يعني الاسماك المفترسه، وسمول فيش اللي هي الفريسه، وحجم المغذيات اللي هي من الاخر الالجاي. ماشي،
اول حاجه انا عندي هنا مين اللي حصل له اوفر فيشنج وانا مغمض؟ اللي حصل له اوفر فيشنج هو اللي عدده قل من اول الاوفر فيشنج، فده عدده قل من اول الاوفر فيشنج، فانا بالنسبه لي واي ده البريديتوري. طب مين اللي زاد؟ هتقول يا دكتور السمول فيش، ان انا لما قتلت السمكه الكبيره السمك الصغير زاد، فده بالنسبه لي السمول فيش. والزد ده مش متبقيه اللي هي الايه؟ النيوترنت. تعالى بقى نشوف مين اللي بيقول الكلام ده، يعني مين اللي بالنسبه له البريديتوري هو اللي واي دي. طب والتاني فين الاكس؟ الاكس اللي هو يا دكتور حمادي السمول فيش. ماشي، ومن ده تبقى الاجابه هتكون دي. خد بالك انا عايز بس ارسمها لك رسمه توضح لك الحوار كله. هنا عندنا لارج فيش، سمول فيش، نيوتر. بيقول لك ده حصل له اوفر فيشنج فده قل. طب لما ده ما يقل ده هيحصل فيه ايه؟ هيزيد، انه مش هيلاقي حاجه تاكلها. فلما ده هيزيد ده مع الوقت ايه؟ هيقل. ماشي، يبقى انا عايز حاجه اللارج فيش فيها قلت، يعني كيرف قل، ده اللي الكيرف بتاعه قل. ثم السمول فيش فيها زادت، فده السمول فيش فيها زاد. ثم النيوترنت قلت، ده كان اللي هو الاجابه هتكون دي. Which of the following may occur as a result of excessive increase in the number of predators on the long run؟ يعني ايه من دول هيكون نتيجة زيادة عدد البريديتورز on a long term؟ يعني ايه اللي هيحصل لو عدد المفترسين زاد زيادة عن اللزوم على اللونج تيرم؟ قال لك ايه اللي هيحصل؟ هل هيزيد عدد البريز والبريديتورز؟ اكيد لا، هيقلوا. ان هو كل ما دام هيزيد، تعالى نكتبها لك تاني، البريديتورز هياكلوا البريز، فكل ما ده ما يزيد كل ما يكون عايز ياكل فده هيقل. ماشي. هل decrease the number of preys و increase number of predators؟ هل النمبر ده مع الوقت على اللونج ران ده هيقل قوي وده هيزيد؟ لا، ده مش هيزيد، انه مش هيلاقي حاجه ياكلها بعد كده. هل increase number of preys؟ اكيد لا، ان هو مش هيلاقي، ان هو اوريدي هيتاكل. هل الاثنين هيقلوا على اللونج ران؟ ان ده لما هيخلص ده مش هيلاقي حاجه ياكلها، فيروح ده كمان عدده يقل. فالاجابه هتكون دي، يبقى 7 دي. ماشي. Which of the following may lead to increase the number of zooplankton in the aquatic system؟ يعني ايه من دول هيسبب زياده عدد الزوبلانكتون؟ الزوبلانكتون دي حاجه اسمها الهائمات الحيوانيه. كلمه هائمات دي معناها ان هي بتتحرك مع الميه، يعني ملهاش اراده، هايم كده. ماشي. دول كانوا بيتغذوا على ايه؟ كانوا بيتغذوا على حاجه اسمها الفيتوبلانكتون او الهائمات النباتيه. كانوا بيتغذوا عليهم. طب وده كان مين بيقتله؟ ده كان اللي بيقتله السمول فيش. تعالى بقى نبص على الاسئله، على الاجابات ولا ايه؟ ايه اللي هيسبب زياده الزوبلانكتون؟ اكيد مش زياده السمول فيش، ان دول لو زادوا ده هيقل. هل هيقول لك اكيد مش استنى، زياده ذا نمبر اوف لارج فيش. استنى كده نبص عليها عشان شايفين دي علاقتها ايه. هل الفيتوبلانكتون لما هتقل ده هيزيد؟ اكيد لا، ان ده لما هيزيد ده قصدي لما هيقل ده مش هيلاقي حاجه ياكلها. ولا ديكريز ذا نمبر اوف الجي اوف لارج فيش؟ برده مش هتنفع. الاجابه اللي هتنفع هي زياده العدد بتاع اللارج فيش. هتقول لي ليه؟ هقول لك تعال نفترض ان اللارج فيش ده كان بياكل السمول فيش، فادي اللارج فيش. اللارج فيش لو عدده زاد ايه اللي هيحصل؟ السمول فيش هيحصل ايه؟ عددها هتقل. طب لو عدد ده زاد وعدد ده قل ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي يا دكتور لو عدد السمول فيش قلت الزوبلانكتون عددها هيزيد، فالسبب هيكون increase the number of large fish. ف8 هتكون B. Which of the following organism represents the base of any aquatic ecosystem؟ ايه اللي بالنسبه لي البيز بتاعت الاكواتيك ايكو سيستم؟ البيز دايما بتاعتنا بتكون الالجاي او النباتات اللي هي البروديوسرز، اللي هي المنتجه.
What is the role of phytoplankton in transferring energy through the aquatic ecosystem؟ ايه من دول الفيتوبلانكتون دي؟ الفيتوبلانكتون دي اللي هي الهائمات النباتيه، والهائمات النباتيه دي عباره عن حاجات موجوده في الميه بتعمل فوتوسينثيز. هل بتتغذى على الاذر اورجانيزم at the top of food web؟ اكيد لا. هل بتحلل الاورجانيك كومباوندز؟ اكيد لا. هل بتحول اللايت انرجي تو ستورد كيميكال انرجي اللي هي بين قوسين الفوتوسينثيز؟ هي بتعمل فوتو سينثيز. فالاجابه دي هتكون صح في 10 سي. What is the main source of energy in the food web in aquatic ecosystem؟ السانلايت هو مصدر الطاقة دايما في كل حاجة، ف 11 هتكون دي. The following diagram shows a food chain in an aquatic ecosystem. ده انت عندك ايه؟ فود تشين. بيقول لك يا معلم دي الالجاي كده، الكريستالينز دي اللي هي القشريات، في بعض القشريات اسماك صغيره، اسماك كبيره، وبعد كده بتتحلل بواسطه الفنجاي. بيقول لك قول لي ايه الدايركت امباكت اوف ذا لارج فيش بريديشن فور ذا لونج نمبر اوف سمول فيش. يعني لو ده كل من ده بكميه كبيره، لو ده اتغذى على ده بكميه كبيره، تقول لي يا دكتور ده عدده هيقل. طب لو ده عدده هيقل، هياكل القشريات؟ لا، عدد القشريات هيزيد. يبقى الدايركت امباكت ان الكريست دي هتزيد، increase number of crystallines. ماشي. السؤال اللي وراه the opposite graph shows for ecosystem which of the following is the most stable system. مع العلم ان الاخضر ده الجرين الجاي، ده السردين، ده التونه فيش. بص يا معلم، اصح واحسن نظام موجود اكيد اكتر نظام فيه الجاي عشان نلاقي حاجات ناكل عليها. فمين فيهم اللي عنده اعلى الجاي؟ 2، عشان ده اللي عنده بروديوسرز، اعلى بروديوسرز. فالاجابه هتكون 13 هتكون بي. The following figure shows a food chain in an aquatic ecosystem. عندك aquatic ecosystem، فايتوبلانكتون هائمات بحريه، زوبلانكتون هائمات حيوانيه، كود فيش، سيل، اوركا اوركا ويل. هو يا معلم الاوركا ويل بتتغذى على السيل، والسيل بتتغذى على الكود فيش، والكود فيش بتتغذى على الزوبلانكتون، والزوبلانكتون بتتغذى على الفايتوبلانكتون. بيقول لك قول لي الافكت اون سيل اوفر فيشنج. يعني لو انا اكلت ده، لو انا اصطدت ده بطريقه زياده عن اللزوم، اكيد لو اكلت ده بزياده عن اللزوم ده عدد ده هيزيد. حلو الكلام. وده عدده هيقل ان ده مش هيلاقي حاجه ياكلها. ولو ده عدده زاد ده عدده هيقل. فتعال نبص على، هو بيقول لك عايز التاثير على الزوبلانكتون والاوركا ويل. الاوركا ويل عددها هيقل، مش هتلاقي حاجه تاكلها. ماشي. طب والزوبلانكتون لما ده يتاكل، لما ده يخلص، ده هيزيد، فده هياكل ده، يبقى معاه الاثنين هيديكريز، يبقى ديكريز. الاجابه هتكون ايه؟ ماشي. تعال نعيدها تاني. ده لما عدده هيقل، ده لما هيموت، ده مش هيلاقي حاجه ياكلها فده هيموت، عدده هيقل. طب ده لما عدده يقل ده هيحصل فيه ايه؟ ده عدده هيزيد، ده عدده قصادها هيزيد. فلما ده عدده يزيد ده يحصل له ايه؟ ده عدده يقل. طبعا لما ده عدده يقل ده عدده يزيد. ماشي. What is the effect of adding a species of fish that compete؟ بتتنافس مع الكود فيش، يعني هتتنافس مع الكود فيش and is eaten by seal، وبتتاك والسيل بياكلها، يعني هتتنافس مع ده. هنا دي منافسة وبتتاكل بده. ماشي. to the food chain on the number of cod fish and seal respectively. ماشي. اول حاجة لما ده ينافس ده على الاكل فده اكله هيقل، فده عدده هيقل. ماشي. طب دلوقتي السيل بقى لما بدل ما عنده نوع واحد ياكله بقى عنده نوعين، يبقى ده عدده هيزيد، يبقى واحد هيقل والتاني هيزيد. الكود فيش هتقل والسيل هتزيد. فالاجابه هتكون سي. يبقى تاني واحده سي واول واحده كانت ايه. خد بالك كله مين ياكل ومين ما ياكلش ومين يعمل ومين ما يعملش، حوار سهل وبسيط ومفهوش ومفهوش اي حاجه. Which of the following is the correct sequence of an aquatic food chain according to the direction of energy flow؟ ماشي. هل الفيتوبلانكتون هائمات بحريه، هائمات نباتيه، حيوانيه، سمك، طيور بتاكل السمك، دي تمشي. هل فيتوبلانكتون نباتات، بعد كده السمك، بعد كده زوبلانكتون، بعد كده برد، لا دي غلط. هل الزوبلانكتون الاول غلط؟ فالاجابه هتكون ايه؟ يبقى 15
which of the following isn't from the characteristics of food web. هو الفود ويب دي كانت عباره عن ايه؟ كانت مجموعه من الفود تشين ماسكه في بعضها وعددها كبير فاريبل. ماشي. هل بتتكون من ميني ليفل؟ دي صح. هل بتعمل فاريشن في الليفنج اورجانيزم؟ ماشي. هل ده فلو اوف انرجي بتوين ليفنج اورجانيزم؟ صح. هل كونتنسي اوف نمبر اوف فود تشين؟ غلط، مش ثبات، ده تنوع. فالاجابه الغلط الوحيده هتكون دي. Which of the following is a description for the food web in the ecosystem؟ يعني ايه من دول يمثل الديسكريبشن بتاع الفود ويب in the ecosystem؟ هل العلاقه بين الكائنات الحيه والكائنات اللي مش حيه؟ غلط. هل العلاقه بين الكائنات اللي مش حيه مع بعضها؟ غلط. هل هو انتر كونكتد فود تشين؟ فود تشينز متصله ببعضها. هل symbiotic relation between living organism؟ لا مش صح. الاجابه هتكون انتر كونكتد فود تشين. يبقى 17 سي. Which of the following organism are always found at the second level in the food chain؟ ايه اللي بيكون السكند ليفل؟ يعني الليفل التاني. اول ليفل دايما بروديوسر، تاني ليفل اللي بعد البروديوسر. فاول بروديوسر دي غلط، والكارنيفيرس دي اللي هي اكلات اللحوم. اكلات اللحوم دي بتيجي بعد اكلات العشب، ودي العشب. فبيكون السكند ليفل الهاربي فيروس. يعني الهاربي فيروس دي اللي هي اكلات العشب، اللي هو بعد العشب في اللي بياكلها، وبعد كده انا بتغذى على اكلات العشب. يعني احنا بالنسبه لنا مثلا الارانب دي اكلات عشب. حلو. فانا بتغذى على الارانب، انا بالنسبه لها كارنيفيروس، بتغذى على اللحوم بتاعت الارانب اللي كلت العشب. ماشي. اخر سؤال بقى في الجزئيه دي، the living organism at the same level in a food chain. يعني الليفنج اورجانيزم اللي على نفس الليفل بيتشاركوا في كل حاجه ما عدا حاجه واحده. هل الايكو سيستم؟ هل نوع الاكل اللي بياكلوه؟ هل التايب اوف انكمنج انرجي؟ هل الاماونت؟ لا، مش شرط الاماونت تكون ثابته. فالاجابه هتكون بي. بي هي اللي هتكون غلط. وبكده يا شباب نبقى خلصنا الجزئيه الاولانيه عندنا في الدرس ده. يلا نخش على الجزئيه الثانيه. خش بقى على السؤال اللي بعديه ونشوف السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه. if an ecological imbalance، يعني لو حصل imbalance في الايكو سيستم، في الاكواتيك ايكو سيستم بسبب وجود erupted فولكانو. يعني ايه؟ يعني ايه erupted فولكانو؟ يعني بركان ثائر. البركان الثائر لما بيطلع بيثور كده من هنا، بيطلع ايه؟ بيطلع شويه حمم بركانيه مليانه معادن. ايه اللي هيمثل السبب في الامبالانس؟ هل زياده عدد البريديتورز، سمول بريديتورز يعني المفترسات؟ لا برضو ما تنفعش، دي ما تنفعش. increasing the number of producers، هل هيزيد معاها الالجاي والكلام ده كله؟ برضو لا. الحاجه الوحيده اللي تنفع increase the concentration of heavy metals in water، يعني نزلت معادن، المعادن دي خلت الميه فيها heavy metals فعملت ايه؟ pollutions. Which of the following is the most harmful to the health of aquatic organism؟ ايه الاكثر ضررا للاكواتيك اورجانيزم when increasing its concentration in water؟ يعني مين في دول اللي زيادته زياده عن الطبيعيه تعمل لك very harmful؟ هل النيتروجين؟ لا. هل الاكسجين؟ طبعا لا. هل الفوسفورس؟ لا. الليد اللي كان من الهيفي ميتالز. The opposite graph shows the concentration of 4 different elements in aquatic ecosystem. Which of the following elements concentration lead to occurrence of chemical pollution؟ يعني حصلت مشكله في البوليوشن. بص يا معلم، هنا بيقول لك ده النورمال ليفل وده الليفلز الثانيه. فبيقول لك مثلا ايه؟ الميركوري الليفل بتاعه اعلى من النورمال ليفل، فده يعمل لي مشاكل. طب والبي النيتروجين يعمل لي مشاكل. طب وده اقل من النورمال ليفل ما يعملش مشاكل، ده قد النورمال ليفل ما يعملش مشاكل. فيبقى عندي A and B. فالسؤال الاولاني اجابته A. Which of the following elements concentration leads to abnormal algal blooming؟ algal blooming دي بسبب النيتروجين والفوسفورس. حلو. بس مين الاكثر، مين اللي تركيزه الزياده يعمل لك مشاكل؟ كان النيتروجين. بس انت خد بالك النيتروجين اصلا كان فوق الطبيعي على عكس الفوسفورس اللي كان قد الليفل بالظبط. فالاجابه هتكون بي. What is the main reason for aquatic environment pollutions؟ ايه اهم سبب للبوليوشن في الانفايرمنت؟ هل الفيضانات؟ لا. هل الهجره؟ لا. هل الاوفر فيشنج الصيد الجائر؟ لا. ولا زياده الاندستريال اكتيفيتي، زياده النشاط الصناعي؟ زياده النشاط الصناعي. 23 بي. 24
The opposite graph shows the concentration of pesticide. التركيز الايه؟ المبيدات الحشرية in the tissue of the following food chain: algae, zooplankton, small fish and large fish. Which column represents the concentration of pesticide in a small fish؟ يعني مين فيهم اللي بيبقى موجود في السمول فيش؟ تعالى افهمك بقى. دلوقتي يا معلم انا كان عندي حاجه اسمها البستيسايد. البستيسايد دي اللي هي المبيدات الحشريه. البستيسايد دي نزلت الميه. فالالجاي خدتها والزوبلانكتون خدتها والسمول فيش خدتها واللارج فيش خدتها. مين اكتر واحد خد فيهم بستيسايدز؟ هقول لك. اول حاجه تعالى نتكلم على الالجاي. الالجاي خدت بستيسايد والزوبلانكتون خدت والسمول فيش خد واللارج فيش خد. طب الزوبلانكتون اتغذى على الالجاي فخد اللي عنده واللي عند الالجاي. طب والسمول فيش خد اللي عنده واللي في الزوبلانكتون وفي الالجاي فخد 3. طب واللارج فيش خد اللي عنده اللي هو خده من الميه واللي كله من السمول فيش اللي اتغذى على الزوبلانكتون اللي اتغذت على الالجاي. فاعلى تركيز عندي اللارج فيش. طب وبي سمول فيش. طب وسي الزو بلانكتون. طب والدي الالجاي. فمين فيهم اللي بيمثل السمول فيش؟ هتبقى بي. فالاجابه يا دكتور هتبقى بي. سؤال جميل على فكره وذكي جدا وعايزكم تركزوا فيه وتقروه مره كمان وتسمعوه مره كمان. Which of the following is considered the main source of arsenic heavy metal pollution in water bodies؟ يعني ايه اكتر حاجه بتعمل مشاكل في الهيفي ميتالز؟ بتزود لي الهيفي ميتالز. هل الفلودز؟ هل الفيضانات؟ لا. هل تحلل الكائنات؟ لا. هل الاكستري ماتيريالز اوف فيش يعني الفضلات بتاعت السمك؟ لا. هل حاجات المصانع الويست بتاعت المصانع؟ صح. والاجابه هتكون سي. The opposite figure show a human activity in neutral habitat near the body near the water body. حصل ايه يا معلم؟ حصل تقطيع للغابات. فالغابات دي كانت بتعمل فوتوسينثيس، كانت بتاخد السي او 2 وتزود الاو 2. فدلوقتي انا لما قطعت الغابات زاد معايا السي او 2 في الجو، فلما زاد السي او 2 في الجو الميه شربته. فهناخد الحاجات اللي تعمل مشاكل لو انت فاكر بالسي او 2. لو انت فاكر لما كان السي او 2 بيزيد يا دكتور كان بيحصل حاجه اسمها كار reduced calcification acidification وريديوسد او ويك ريسبيريشن. هل هيزيد الكالسيفيكيشن؟ لا بالعكس. هل هيزيد الاسيديفيكيشن؟ صح. هل هيتحسن الريسبيريشن؟ غلط. هل هيزيد البي اتش فاليو؟ برضه غلط. ده هيحصل اسيديفيكيشن، البي اتش فاليو هيقل. فالاجابه هتكون بي. Which of the following contain most of Earth's water؟ يعني مين فيهم هيكون عنده اكثر كميه من الووتر المتعرضه للبليوشن؟ يعني اقل واحد مش هياخد فيهم بليوشن. فاقل واحد مش هياخد فيهم بليوشن اكتر واحد مش ظاهر. فالريفرز بتبقى واضحه للبليوشن، الاوشنز بتبقى معرضه للبليوشنز، الليكس بتبقى معرضه للبليوشن. اقل واحد فيهم بيبقى معرض للبليوشن هو كان الجراوند او اندر جراوند اكوفايز اللي هي الابار اللي تحت الميه، الابار اللي تحت الارض. فدي ما بتعرضش للبليوشن جامده عشان مش شايفاها. فالاجابه هتكون سي. Which of the following graphs express the concept of overfishing؟ يعني المبدأ بتاع الاوفر فيشنج. الاوفر فيشنج ده يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الفيش من الاخر بينتج وانا بصطاد اكتر من انتاجه، فمع الوقت ايه اللي يحصل؟ ينقرض. فدلوقتي قال لك فيش ريبرودكشن ريت ده الاحمر، والاخضر ده اللي هو ايه؟ ان انا بعمل ايه؟ بصطاد. فهنا ده الولاده اكتر من الاصطياد، ما تنفعش، مش اوفر فيشنج. ده قد ده، ما تنفعش، مش اوفر فيشنج. ده الى حد ما اكتر بس برضه في فيش ريبرودكشن. لكن ده بقى اللي كارثه. ليه كارثه؟ علشان انا بصطاد بكميه قد الاوفر ريت او قد الريت بتاع الريبرودكشن حوالي 5-6 اضعاف. فالاجابه هتكون دي. ده اللي اسمه يا معلم الكونسبت بتاع الاوفر فيشنج. انا بصطاد زياده عن اللزوم. خش بقى يا شباب على السؤال رقم 29. which of the following is considered the main reason؟ بص يا معلم كلمه the main reason for the lack of biodiversity in ecosystem. هل تدمير المواطن الطبيعيه تمشي؟ هل تلوث البيئه تمشي؟ هل الهجره؟ ما تنفعش. هل increasing reproduction rate؟ برضه ما تنفعش. فانا محتار بين دي، بين الديستراكشن والانفيرمنتال بوليوشن.
دي بتعمل ليك في البايودايفرستي ودي بتعمل ليك، بس من المين ريزون هتقول لي البليوشن. ليه هتقول لي البليوشن؟ عشان البليوشن هو الاكثر قابليه. البليوشن ليه كذا سبب وليه كذا صوره، وبيأثر على كل الانظمه البيئيه. بيأثر على ايه؟ على كل الانظمه البيئيه. تعال نخش بقى على السؤال رقم 30. ووتر از رينيوبل نيوترال ريسورس بيكوز، عشان انا اقدر استخدمه تاني، ولا بيتعمل له ريسايكلينج بالهيومن، ولا بيستهلك الاستهلاك بتاعه ممكن نقلله، ولا ممكن اجدده بالهيدرولوجيكال سايكل؟ ممكن تجدده بالهيدرولوجيكال سايكل. ماشي يا دكتور، عشان بالتبخير والكلام ده كله ايفابوريشن وكوندنسيشن والكلام اللي احنا خدناه في اول حصه ده. نيوترال ريسورسز انكلود اول اوف ذا فولوينج. المصادر الطبيعيه تشمل كله ما عدا الوود تنفع، جراوند ووتر تنفع، الوايلد انيمالز تنفع، الازاز ده مصنع. المصنع لازم يروح في مصنع، فالاجابه هتكون دي. Which of the following represent a human role in maintaining the ecological balance؟ ايه من دول اللي بيمثل دور الانسان في الحفاظ على التوازن البيئي؟ هل الريسايكلينج والويست ريدكشن، اللي هو ان انا اعمل اعاده تدوير واقلل الاستخدام، تمشي؟ هل ان انا استهلك النيوترال ريسورس او اضيعها غلط؟ هل ان انا اكتر من استخدام الوقود الحفري اللي بيجي من الحفريات اللي هو البترول الكلام ده برضو غلط؟ هل الصياد زياده عن اللزوم برضو غلط؟ فالاجابه هتكون ايه؟ الريسايكلينج والويست ايه ريدكشن. ويست ايه؟ ان انا اقلل كميه الايه الويست. How does the overuse of neutral resources affect the need of neutral generation؟ ازاي كتر الاستخدام بيأثر على احتياجات الجنريشنز اللي جايه؟ هل ده عشان هيزود الافيلابيلتي اوف فيوتشر ريسورسز؟ اكيد لا، ده بالعكس، ده انا بقول لك هستخدم. هل ده هيضعف قدره الايكو سيستم على الريجنريشن؟ تمشي. هل ده بيحسن الكواليتي؟ لا طبعا. هل ده ما بيأفكتش على البالانس اوف نيوترال ريسورسز؟ برضو غلط، ده بالعكس بيأفكت. ف 33 هتكون بي. Which of the following is one of the most important basic principle of sustainable development؟ يعني ايه واحد من دول من اهم الاساسيات في الايه في الاستخدام في التنميه المستدامه؟ هل استخدم النيوترال ريسورسز؟ هل هزود الاندستريال بوليوشن؟ هل هزود استخدام الوقود الحفري؟ ولا ان انا ما اقللش دونت هارم ذا ابيليتي اوف فيوتشر جنريشن تو ميت ذير نيدز؟ يعني هل ان انا استخدم النيوترال ريسورسز بس انا احاول اقللها، فدي ما تنفعش، ودي ما تنفعش، ودي ما تنفعش. ان انا بقى ما اثرش على الجنريشن الجايه، ما اثرش على الجنريشن الجايين في الميتس في ان هم يقابلوا النيدز بتاعتهم. فالاجابه هتكون دي، ان انا احافظ على الريسورسز اللي موجوده علشان الاجيال اللي جايه. Which of the following practice is a positive step towards sustainability؟ ايه من دول خطوه ايجابيه عشان احافظ على الاستمراريه او الاستدامه؟ اكيد الفوسيل فويل دي لا. هل ان انا اعمل كولكتنج وريسايكلينج بلاستيك اند ميتال ويفز؟ ممكن. استخدم الانديفيدوال مينز اوف ترانسبورت انستيد اوف بابليك ترانسبورت؟ ان انا استخدم اللي هي المواصلات الشخصيه بدل المواصلات العامه؟ لا، انا هستخدم المواصلات العامه عشان اقلل من استخدام المواصلات، فاقلل من استخدام البترول. هل irrigation of agricultural land using traditional method such as flooding؟ ان انا اعمل تجريف للتربه؟ برضو ما تنفعش. فاحسن حاجه هتكون بي، ان انا اعمل كولكتنج وريسايكلينج للبلاستيك، بحيث ان انا اعمل لهم اعاده استخدام فما استخدمش تاني ولا احرق تاني. Which of the following choices is an effective measure to conserve soil؟ عشان احافظ على السويل. هل استخدم الكيميكال فيرتلايزرز؟ اكيد لا. استخدم التراديشنال irrigation ميثود؟ برضو لا. استخدم سستينابل اجريجيشن تكنيك؟ تمشي ان هي مستدامه. ولا اعمل ديفورستمنت اللي هو من الاخر كده، يعني افهمها لك ازاي، اشيل اكبر قدر من الغابات؟ برضو ما تنفعش. فالاجابه الصح هتكون يوز سستينابل اجريكلتشر تكنيك، تبقى الاجابه هتكون سي. خلاص قربنا نخلص، انا عارف انتوا زهقتوا وانا زهقت انا كمان. How can cities reduce their consumption of natural resources؟ هل ان انا ابني مصانع جديده، ولا ان انا ارمي الزباله وزود سورتنج زم؟ برضو ما تنفعش من غير ما اقسمهم. هل اعيد او اكتر من استخدام الفوسيل فويل؟ برضو ما تنفعش. الاجابه الصح هتبقى الرابعه، ان انا اتجه لاستخدام البابليك ترانسبورتيشن والبايسكلز.
الحاجات اللي هي بتقلل استخدام البترول والغاز اللي كانوا بيطلعوا ايه حاجات مضره للبيئه. نخش بقى على السؤال رقم 38 ونشوفه بيقول ايه. which of the following is not يعني لا تستخدم a method used in sustainable agriculture الايه الزراعه المستدامه. هل الري بالتنقيط؟ اتخدت في الدراسات ان احنا بنعمل على الري بالتنقيط عشان نوفر الميه، فدي تنفع. هل ان انا ازرع او اروي باستخدام الميه المخزنه من الامطار؟ برضو تنفع. هل increasing the cultivation of water consuming plant؟ هل ابدا ازرع النباتات اللي بتستهلك ميه كتير؟ اكيد لا، عشان عايز احافظ على الميه. ولا ازرع النباتات المقاومه للجفاف؟ خلينا في النباتات المقاومه للجفاف علشان هي بتحتاج ميه قليله، فالاجابه هتكون سي. آخر سؤال. A farmer suffers from large number of larvae that feed on leaves of crops. Which of the following represent one of the solutions that belong to concept of sustainable agriculture? هل أستخدم specialized pesticide for this type of larva؟ هل accommodating the larva using neutral animals that feed on them؟ adding fertilizer to the soil of the agricultural land؟ ولا أزود المساحة؟ هو بيقول لك دلوقتي أنا عندي نوع معين من اللارفا دي بتأثر على المحصول، فالاحسن ان انا استخدم مبيد حشري، ولا في طريقه ان انا ادي زي ما تقول كده يعني حيوان او حشره تانية بتتغذى على اللارفا، بحيث انها لما تتغذى على اللارفا اخلص منها من غير ما استخدم البيستيسايد. فالاجابه هتكون بي. وبكده يا شباب نكون خلصنا الهوم ورك بتاع ليسون 9 في اخر يونت الحمد لله. وبقى الاسئله الريتن هنزل لك PDF بتاع الانسرز بتاعها. اتمنى ان انت تخلص الفيديو لحد الاخر. درس خفيف ولذيذ بس اسئلته فيها كلام انجليش كتير، فللاسف هنتعب شويه في الترجمه، بس بعد كده بعد حل مره واحده بس هتفهم كل حاجه وهيبقى اسهل درس عليك. اتمنى اشوفكم الاسبوع الجاي. شدوا حيلكم يا شباب، مع السلامه.